طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمسهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 30 مواطن بفيروس كورونا. دعوة للسائقين لاحترام قوانين المرور. تطعيم للأبقار والكلاب في حقات. منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في أوروبا. الإعلان عن بدء جولة محادثة السلام بأفغانستان في 5 يناير المقبل. والبرلمان الأوروبي يصادق على ميزانية الاتحاد للسنوات السبعة المقبلة. مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 17 ديسمبر أظهرت إصابة 30 مواطن بفيروس كورونا في مراكز العزل بأقاليم عنسبة والأوسط والقاش بركة، وكذلك ممن كان مقرر سفرهم للخارج. والمصابون بفيروس كورونا هم 17 من الإقليم الأوسط و12 من إقليم القاش بركة وواحد من إقليم عنسبة. وأوضحت الوزارة أن المصابين بفيروس كورونا في الإقليم الأوسط هم 9 منهم قادمون من مختلف مناطق البلاد وكانوا يتجهزون للسفر للخارج، وظهرت الإصابات بالفيروس نتيجة للفحوصات التي أجريت لهم، وهم 3 من أسمرة وواحدة من فورو وواحد من مصوع وواحد من حقات وواحدة من حمل مالو وواحد من عدو قبرو وواحدة من سجنيتي. أما 8 الآخرين ف6 منهم كانوا في مركز العزل في الإقليم الأوسط، و2 قدما من اثيوبيا بطريقة غير نظامية، وكان المصابون 12 في إقليم القاش بركة، 11 منهم من مركز العزل بأديبرة، وقد قدموا من السودان، وواحد في مركز العزل في قلوج وجاء من اثيوبيا بطريقة غير نظامية، بينما مصاب واحد في مدينة كرم بإقليم عنسبة وقدم من اثيوبيا. في غضون ذلك شفي 8 مرضى بفيروس كورونا، 7 من إقليم القاش بركة وواحد من إقليم جنوب البحر الأحمر، بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليمين. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 741 شفي، منهم 572 ويتلقى 169 مصاب الرعاية الصحية في المستشفيات. دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادس برهاني دعا سائقي المركبات احترام قوانين المرور للحد من الحوادث المرورية وأضرارها. وقال المقدم تادس برهاني إن ارتقاء الوعي هو الأهم، ويجب أيضا احترام قوانين المرور وتوقي الحذر لخفض الحوادث المرورية الناتجة عن الإهمال. وأوضح أن المركبات تشمل كل من تعمل في نقل الركاب والممتلكات سواء كانت بمحرك أو غير محرك من السيارات والدراجات الهوائية والنارية وعربات الكارو، مشيرا إلى أن الإهمال الذي يظهره سائقو الدراجات في هذه الآونة يعرض للحوادث المرورية. وبعد أن ذكر أن العربات التي تجرها الأحصنة ليس مسموحا لها الحركة ليلا، دعا أصحاب عربات الكارو لاحترام القوانين ومعرفة أن انتهاكها يعرض للمساءلة القانونية، وحث أيضا متسابقي الدراجات الهوائية احترام قوانين المرور. وقال المقدم تادس برهاني إن عدم احترام قوانين المرور يؤدي للحوادث والوفيات وخسائر الممتلكات، موصيا لتوخي الحذر وإزالة مسببات الحوادث من وسائل التقنية التي تحد من السمع، ودعا كافة قطاعات المجتمع والأسر للتعاون في مكافحة الحوادث المرورية. جرت في مديرية حقات عملية تطعيم للأبقار ضد الجدري وللكلاب ضد داء الكلب من 12 وحتى 15 ديسمبر. وأفاد مراسل إيرنا نقلا عن المهنيين المشاركين في التطعيم بتطعيم حوالي 18400 رأس من الأبقار وأكثر من 900 من الكلاب.
وقال الطبيب البيطري السيد تخل هيمنة حقوس إن مرض جذري الأبقار الذي ظهر بكثرة عام 2017 انخفض نتيجة لجهود المهنيين الزراعيين والمزارعين، مشيرا إلى أن العمل يجري للسيطرة الكاملة عليه، وذلك عن طريق رفع وعي أصحاب المواشي بالمرض. وفي الآراء التي أدلى بها أصحاب الماشية ذكروا بأن خدمات التطعيم المقدمة مجانا تسهم في تأمين صحة الماشية وتنميتها، وظلت تحقق نتائج جيدة، مناشدين أصحاب الماشية لإحضار ماشيتهم في الزمان والمكان المناسب للحصول على التطعيم. قال مديرية قرورة السيد إدريس علي إن برنامج تجميع القرى لتمكين الرعاة الرحل من الإقامة الدائمة والحصول على الخدمات الاجتماعية يحقق نتائج مرضية. وأوضح بإكمال العملية المساعدة لتجميع قرى ضواحي الراق وحليوة ومبأة وزيرو وشاكا وقرات في مكان مختار، والقيام بالاستعدادات اللازمة لإرساء مياه الشرب الصالحة والتعليم والصحة. وأشار مديرية قرورة السيد إدريس علي إلى أن أنشطة التوعية الجارية في أوساط الشعب تسهم كثيرا في إنجاز البرنامج. تبرع الموظفون العاملون في مختلف المؤسسات الحكومية في مدينة مصوع حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر تبرع ب 650 وحدة دم لإنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم الذي يمكن تعويضه بسهولة. وأوضح السيد أحمد جعفر رئيس لجنة تنظيم الجمعية الطوعية للتبرع بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر، أوضح ارتفاع وعي ومعرفة المواطنين بخصوص التبرع بالدم، وخاصة التبرع الطوعي من خلال التوعيات المكثفة التي أجريت على مستوى الإقليم، وأن أنشطة التبرع الجارية حسب المناطق خير دليل على ذلك. من جهتهم قال المشاركون إن الدم الذي يتبرعون به وهم في قمة قوتهم سيفيدهم هم في المقام الأول، ومن ثم أسرهم وحتى المصلحة العامة، مناشدين تعزيز دور المدراء لتقوية حملات التوعية الجارية وتكثيفها. يذكر بأنه في شهر أكتوبر الماضي شهدت مدينة جندع عملية تبرع طوعية مماثلة، حيث جمعت خلالها 222 وحدة دم. وتفيد المعلومات الواردة بأن فرع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر لديه فروع في كل من مديريات جندع وأفعابت ونقفة، كما يجري العمل لاتخاذ خطوات مماثلة في باقي المديريات. تشهد الشواطئ البحرية في ضاحية طيعو أنشطة نفير أهلية منتظمة بهدف الحفاظ على نظافتها وسلامتها. وأوضح مدير الضاحية السيد علي محمد أنه ووفق البرنامج الموضوع يقوم المواطنين بمشاركة فاعلة في أنشطة النفير الجارية أسبوعيا منتظمين على حسب مناطقهم، وذلك من خلال العمل يومين أسبوعيا في مكان معين، وأن الأنشطة الجارية لتأمين صحة الشواطئ تجري امتدادا لتلك الأنشطة الأهلية الفاعلة. وأشار السيد علي محمد بسريان العمل للحد من النفايات المحلية التي تعرض الشواطئ البحرية للتلوث. من جانبهم ناشد السكان لتجهيز سيارة النفايات وكذلك أحواض جمع النفايات بهدف إيجاد الحل المستدام لنظافة الشواطئ البحرية. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من خطر كبير لانتعاش فيروس كورونا في أوائل العام 2021، وأوصت بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا. وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد-19 في أوروبا هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021، داعيا إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام. وسجل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 53 بلدا من بينها روسيا سجل أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء. وخلال الأيام السبعة الماضية سجلت نحو 1.7 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى أكثر من
34,500 وفاة أو 34,500 وفاة. ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد دخلت مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ في العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء، مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا والحانات والمطاعم في المملكة المتحدة. أعلن وزير الشؤون الخارجية الباكستانية محمد قريشي أن جولة المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية من أجل إرساء السلام ستبدأ في 5 يناير المقبل. وقال قريشي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقائه مع وفد حركة طالبان بقيادة عبد القادر برادر، قال إنه لم يتم تحديد المكان بعد، مؤكدا على وجهة نظر بلاده أنه لا توجد طرق أخرى للمضي قدما سوى التسوية السياسية التفاوضية من أجل جعل أفغانستان سلمية ومستقرة. وأشار قريشي إلى أن محادثات السلام قد بدأت، لكن لم يتم ملاحظة حتى الآن انخفاض في أعمال العنف بالقدر الذي كان متوقعا، مشددا أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية في ذلك على عاتق طالبان وحدها. وشدد مكتب وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام آباد ستواصل دعمها لتسوية سياسية شاملة موسعة من أجل إرساء السلام الدائم واستقرار وازدهار أفغانستان والمنطقة. أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للميزانية الأوروبية المقررة لفترة 2021 و2027، وصوت 548 نائبا لصالحها فيما عرضها 81 وامتنع 66 عن التصويت. وكان المجلس الأوروبي وافق على مقترح الميزانية في 10 نوفمبر المنصرم. وقال رئيس البرلمان الإيطالي ديفيد ساسولي في بيان بعد المصادقة البرلمانية: لدينا ميزانية تاريخية للحظة تاريخية، ولقد عملنا على توفير 15 مليار دولار إضافية لدعم الصحة العامة والبحوث والقطاع الثقافي وبناء سياسة مشتركة للهجرة واللجوء. وكانت عملية إقرار الميزانية على الصعيد الأوروبي معقدة جدا، خصوصا وأن المجر وبولندا عاقتا العملية بسبب معارضة آلية من شأنها أن تجعل بعض الأموال مشروطة باحترام الدولة للقيم الأوروبية الأساسية. وكانت الدولتان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل سيادة القانون واستقلال القضاء، غير أن الطرفين توصلا إلى حل وسط اقتضى بالتخلي عن المطالبات الأوروبية لقاء قبول مقترحات أخرى تحددها بروكسل لاحقا. وفي النوع الأخير عادت كبسولة صينية للأرض تحمل أول عينات صخرية جديدة من القمر منذ أكثر من 40 عاما، مما يوفر إمكانية تكوين رؤى جديدة عن تاريخ النظام الشمسي، يمثل حدثا تاريخيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني سريع التقدم. وهبطت كبسولة المسبار تشانغ إي 5 في منطقة زيزيوانغ بمنطقة منغوليا الداخلية حسب ما أفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية. وكانت الكبسولة انفصلت في وقت سابق عن وحدتها المدارية، وقامت بالارتداد إلى الغلاف الجوي للأرض لتقليل سرعتها قبل أن تمر عبره وتهبط على الأرض بواسطة المظلات. وأضافت إدارة الفضاء أن البعث حققت مبادرات جديدة لبرنامج استكشاف القمر في جمع العينات وإطلاق مركبة من على سطح القمر وربطها بالكبسولة لإعادة العينات إلى الأرض. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.